صلي وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بكم في يوميات منال. طبعا النهارده كده زي ما انتم شايفين روتين جديد. بقى لي فتره ما نزلتش حاجه. الحمد لله الحمد لله يا رب، ربنا كرمنا وآية ربنا كمل حملها على خير وجابت لنا نونو جميله صغنونه كده. ماشي. فهي طبعا زي ما انتم عارفين المفروض هي عندي. طبعا اول حاجه بشكر كل اللي دعوا لها، وهي ساعة ما كانت في الشهر السادس وحصل التعب اللي جالها دوت. والحمد لله ربنا كمل لها على خير. جابت لنا نونو صغير. ادعوا لها بقى كام يوم اللي هم بتوع العمليه دولت، لان طبعا انتوا عارفين القيصري ده بياخد شويه قبل ما اللي جايبه النونه بتكون تخف يعني وكده. فادعوا لها ربنا يكمل لها على خير. وان شاء الله بقى ايه انزل لكم حاجات من حاجات النونو كده. انا طبعا اخواتي عندي. ماشي. انا حابساهم في الاوضه جوه عشان محدش يطلع. بقالي كتير كتير ما نزلتش فيديوهات. يا جماعة مش هينفع كده. كل سنة وانتم طيبين، احنا النهارده كام شعبان، مش هينفع. المهم حبستهم كلهم في الأوضة جوه، وقلت ايه اعمل الريسبشن اللي ربنا ما يعلم بيه دوت. طبعا توته واخدة براحها جامد بالنسبة ان خالاتها هنا، فبتتحمى فيهم وكده، فبتعمل بقى اللي هي عايزاه. المهم طبعا قلت اعمل الريسبشن بس مش هشيل حاجة، لان طبعا كل دوت ساعة ولادة ايه انا شايلاه، والسجاد مغسول والستاير وكل حاجه كانت زي الفل. ماشي. فالمفروض بقى قلت ايه، قلت خلاص بقى اعمل كده روتين معاكم عشان ما اختفيش زي كل مره. ماشي. خلاصي النونو بيعيط، خلاصي بصي بصي يا بيض خلاصي. مامتها نايمه وانا ايه قاعده جنبها بسكتها، ما بتنامش يعني طول الليل. المهم طبعا انتوا اول مره تشوفوا المكتبه دي على فكره. ماشي. دي كانت عندي وكانت الشقه اللي انا كنت قاعده فيها الاولانيه كانت صغنونه، فما كانش ينفع ده يتحط فيها المكتبه دي. فقلت اليومين اللي فاتوا دول جبتها ساعه ايه كده، قلت اجيبها بدل ما هي متشاله. ماشي. وزي ما انتم شايفين ما تعلقوليش على الموتور بتاع التكييف ده، بقاله والله شهر محطوط الحطه دي عشان انقله اوديه الروف، ومش لاقي حد يوديهولي بصراحه يعني. المهم زي ما انتم شايفين كده تنظيف على المشي. ماشي. انا الكلام ده على فكرة الساعة 4 الفجر. انتوا متخيلين الساعة 4 الفجر انا بنضف في الريسبشن. انا على فكرة بتلخبط اقول الروف. بنضف في الريسبشن، وعندي بقى طبعا كمية غسيل جوه مش قادرة اقول لكم عليها. آه فقلت بقى اظبط الدنيا، حبستهم جوه وعملت الريسبشن معاكم كده ايه نعمله على المشي. بس والله نضيف زي القشطه والله على قد كده. هو كل الحكايه بس تراب رجل مكان الرجلين اللي طالع واللي داخل. كله بيقلع الشوز بره بس برضه لا. انتوا عارفين طبعا بسم الله ما شاء الله لما بيكون الواحد عنده حاله ولاده او فرح او اي حاجه، انتوا عارفين طبعا ربنا يا رب يخلي الاهالي ويخلينا لبعض ويجعل ما بيننا طبعا الموده والرحمه. آه، طبعا بسم الله ما شاء الله يعني ناس كتير جايه وكده والكلام دوت، فالدنيا على طول عايزه تتشال وعلى طول عايزه تتنضف. بس انا طبعا كل ده بعمله من ورا الكاميرا لاني بصراحه ما كنتش فاضيه. فالنهارده عشان طبعا اكمل معاكم او انزل حاجه طبعا عشان شهر رمضان. وغلاسي باتي سمعكم صوت النون اهو. ادي اول حاجه سمعتوها. مامتها نايمه يعني ما بتنامش طول الليل، فانا واخداها منها شويه. تمام. لغايه بس ما تنام. فهي بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يحميها يا رب ويبارك فيها ويجعلها سند لمامتها وباباها اكيد ان شاء الله يا رب. آه اقول لكم ايه تاني. طبعا انا فرحانه ومبسوطه جدا بيها بجد بجد. بس بصراحه جايه في توقيت تلج. انتوا متخيلين يعني احنا في برد ما يعلم به الا ربنا. وطبعا انتوا عارفين انه عايزه بقى كل شويه تغير والكلام دوت. بنحاول على قد ما نقدر ما نخليهاش تاخد برد، بس برضه جالها البرد. تمام. فالحمد لله يعني ربنا يكملها على خير. طبعا انا هخلص دوت، وكنت امبارح عامله اكل كده فصورت، يعني عارفين اللي هو ابن اختي واقف معايا ربنا يا رب يخليه محمد. خالته ما تصوري الاكل ده يا عم، انا ما نزلتش اكل قبل كده من اللي هو الاكل. لا نزليه. المهم صورته وايه وركنته، قلت ايه هبقى انزله في اي وقت مع الفيديو، في اي فيديو بنزله. ماشي. فكنا عاملين اكله كده. نعمل اوريها لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. تمام. بس بصراحه انا بقالي كتير ما نزلتش. ادعوا لي بقى ربنا انا كل فيديو على فكره بقول الجملتين دول. ادعوا لي ان انا اجي كل يوم، بس انا ما باجيش برضه. فان شاء الله طبعا ربنا يا رب يبلغنا رمضان على خير. النهارده احنا 3 شعبان اهوت. ماشي.
فباذن الله طبعا ربنا يا رب يقضيه على خير، والغلا اللي احنا فيه ده يا رب نشوف له حل ونلاقي له نهايه، لان من الواضح ان ملوش نهايه بصراحه. الموضوع فلت من ايدينا بجد. كل حاجه بقت بجد بتعلى بطريقه بايخه، بس هنعمل ايه؟ المضطر. المهم طبعا ربنا يجيب لنا رمضان على خير والدنيا دي تهدى شويه، عشان كل الناس تقدر تقضي رمضان. انتوا عارفين الناس كلها بتستنى رمضان من السنة للسنة، بيبقى عزايم وبيبقى فرحة كده بلمة الأهل والناس مع بعضيها. فبالنسبة للظروف اللي جاية دي مش عارفة الناس هتعمل ايه بصراحة. فادعوا لنا ربنا يكملها لنا على خير كده، والدنيا تهدى والحاجة تنزل بإذن الله. هو طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات الخضار يعني شوية حلو، أسعاره حلوة معقولة. فطبعا اللي عايز يقدر يجيب شوية خضار ولا حاجة يفرزهم قبل رمضان. هو المفروض طبعا التفريزات في ناس بدأت فيها من بقالها فترة. بصراحة أنا ما فرستش حاجة. أنا كل اللي عملته حاجات كده في البيت، بس إيه اللي هي استعمال إيدي. بس إن شاء الله بكرة ولا بعده برضه أجيب شوية حاجات إيه، وأظبطهم كده ونحطهم في الفريزر، ينفعوا وقت الزنقة. أحسن بجد. الكل عمال يحذر، بس مش عارفة التحذير ده بجد ولا كده وكده. أما نشوف. المهم طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا ايه عملت الريسبشن اهوت. زي ما قلت لكم انا ما مش لا عملت لما قلت لي يعني الشبابيك والكلام ده ما عملتهاش. بصوا الجلد دوت تحفه تحفه، مش باين جماله لان انا مش مقربه الكاميرا قوي ليه. الحاج يا ربنا يا رب يديله طول العمر ويشفيه يا رب. كان مديهم لي هديه اتنين، واحده اللي هي البيج دي والاسود في ابيض. خدتهم حلوين قوي، عاجبيني قوي. فالمهم يعني ايه، خدتهم منه شكلهم جميل، يعني ربنا يا رب يخليه لنا. هنا طبعا الأوضة بتاعت توتا فندي دي ما كانتش أوضة، كانت مزبلة بجد. بأمانة الله والله كلها كمية هدوم نضيف على وسخ على كله كده، يعني ما تعرفوش هي كان فيها ايه بالظبط. المهم طبعا فورت كل ده، فورته ورميته على جنب ونقطت اللي هيتغسل والكلام دوت، وشغلت الغسالة عليه. ماشي. فان شاء الله بقى كده احاول بقى ايه اظبط الدنيا زي ما كانت، واطلع اخواتي من الاوضه. عمالين يقولوا لي مش وقته، ده وقت فيديوهات ده، الساعه 4 الفجر وجاي تخترع فيديو. قلت لهم معلش بقى بالي كتير. بصوا بقى العصافير دي مدياني الحاج، كان بصراحه مديني القفص دوت 4 ادوار، وكان فيهم عصافير، كان فيهم 3 جواز وفرد. يعني كل اتنين مع بعض 3 مرات كده، عشان الناس ما تعرفش يعني ايه جواز وعصفوره لوحدها كده. المهم طبعا حطيتهم في الروف، هما والعصافير اللي عندي الاولانيين الكبار. بس بصراحه هم، بص انا نقلتهم جبتهم الشقه، لان في منهم مات كتير قوي بسبب السقعه. توتا بتقول لكم اعملوا لايك. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك ان شاء الله. فطبعا انا حطيتهم في اوضه توتا لان هنا دفى، وقلت حرام عشان التانيين ما يموتوش، وجبتهم ايه معايا. طبعا زي ما انتم شايفين اوضه توتا هي بقت زي الفل. والله لو صورتها لكم قبل ما اروقها كده لو كنتوا تقولوا ايه اللي انت عاملاه ده. نغسل الغسيل ونحطه على السرير، نلم الغسيل ونحطه على السرير، لما بصوا باكوام كده. بصوا يا توتا هنا طبعا بقى ايه الاكل طبعا دوت قبلها بيوم، عشان ما اكدبش عليكم. ده قبلها بيوم انا كنت ايه، قلت اعمل صينيه فراخ واعمل جنبها رز والكلام ده. طبعا ما كانش ينفع. ماشي. فقلنا لا هنطبخ. ماشي. رحت بقى ايه مطلعه، عملت بصل. بصوا بقى انا مش بحب البصل الاحمر بصراحه، بس طبعا اتنين اخواتي عندي هم اللي بيشتروا لي الحاجه لما بعوز حاجه، هم اللي بينزلوا يجيبوها. راحوا جابوا لي بصل احمر، فانا مش بستلطفه بصراحه، لانه بيسكر قوي وبيضايقني. المهم عملت صينيه الفراخ ديت. ماشي. كانت هي عباره عن ايه، كانت صدور ووراك. ماشي. يعني مشترينا صدور ووراك. آه وبعد ما عملتها رحت قلت لا خلاص انا ايه هطبخ، وبلاش موضوع الرز والسلطه ده. ورحت مطلعه ايه بقى، حطيت دي في الفرن. او زي ما انتم شايفين كده بتبل البصله والفلفل بالفلفل والملح والكلام دوت، وبعد كده ايه حط عليها التوابل اللي عندك، وهي والفراخ بقى طبعا ما بتغسليهم غسله حلوه كده، وبتحطي عليهم معلقتين زبده. انا مسيحه الزبده طبعا، هي مش زيت على فكره، دي سمنه. ورحت مدخلاها الفرن تطلع بصوا تبقى زي السكر. هنا بقى هعمل ايه، هعمل تسبيكه البسله. ماشي. هنعمل بقى البسله كده ايه، قلت بقى ايه خلينا نغير بسله ورز. وبرضه والله كان بالليل متاخر، احنا طبعا بنسهر طول الليل وبننام نص النهار، مش هكدب عليكم، مش هقول لكم بننام النهار كله.
عملت تسبيكة البسلة، وهعمل ايه بقى، هولع على الرز كله كده على المشي عشان اخلص بسرعة. هو على فكرة والله الفيديو ده يعتبر ما كانش متحضر له ولا كلام من ده، انا جيت بعمل الاكل وابن اختي خالته تتعملي، قلت له هنعمل بطاطس ورز، اعمل فراخ ورز وكده. طب انت المهم ان الرسالة في الاخر على احنا بنطبخ، خلاص اصورك يا محمد، لا قال لي لا هصورك، انا هقف معاكي واصورك. المهم بقيت انا اعمل في الاكل، هو بسم الله ما شاء الله عليه ايه، ماسك الموبايل وعمال يصور. عملنا طبعا، ولعت طبعا على الصينيه، خلاص حطيتها في الفرن، وتسبيكه البسله على الجنب التاني، ماشي. والرز كده ايه، هنحطه برده كده يستوي على مهله. خلاص كده التسبيكه بقت زي الفل. طبعا البسله دي انا مفرزاها، يمكن انا شفته الفيديو اللي قبل ده. والطماطم برضو انا مفرزاها. الرز اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا دلوقتي بقى فاكهه على الغلو دوت. دي بقى الملوخيه، انا بعمل ملوخيه بسمه يا جماعه، انا مش بخرط ملوخيه بصراحه، بقى لي زمن كبير قوي انا ماليش في ان انا اخرط ملوخيه بامانه. عملت الملوخيه اهوت. اه دي اللقطه بقى دي جايه بالطول معلش. وهنا البتنجان المخلل وجماله. تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. البتنجان المخلل، بصوا الاكل بقى خلصناه بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا قعدنا على الارض لان السفره مش هتشيلنا. يا ريت بقى ما تنسوش